السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة طبعا كل سنة وانتم طيبين، مولد النبي قرب. هنعمل مع بعض بقى القشطة، طبعا كل الناس بتحبها جدا. بمقادير في البيت، مش هتجيبوا مقادير من بره يعني. بس ممكن الجيلاتين البودر تجيبوه من بره، وعايزين مج سكر بس يكون زي ما احنا شايفين كده ابيض عشان القشطة تبقى بيضة. وعايزة تلت كوباية عسل كلوكوز. عسل كلوكوز ده زي ما احنا شايفين كده، ممكن تبدلوا برضو بعسل نحل اللي متاح عندكم في البيت. وطبعا عايزه فواكه مجففه، او لو عايزين تعملوه بزبيب براحتكم. انا عامله لكم السنه اللي فاتت بس بالزبيب، فقلت اغير السنه دي اعمل بالفواكه المجففه. وكان عندي مشمشيه قطعتها كده زي الفواكه المجففه، قلت احطها من فوق يعني. ودوت جوز هند زي ما احنا عارفين بنحطه من الصينيه من تحت. وعايزه كمان زي ما احنا شايفين كده، ده ربع كوبايه ميه عاديه من الحنفيه. دلوقتي بقى زي ما احنا شايفين هنجيب بوله كده، ونحط معلقتين جيلاتين كبار اللي هو جيلاتين باودر. هنجيبه من عند اي بتاع مستلزمات حلويات، نقول له جيلاتين باودر. بصوا كده، بسم الله كده اول معلقه، كده تاني معلقه، كده هننزل زي ما احنا شايفين بربع كوبايه الميه، نقلب كده. بص لما تغلي كده هنزل بالفانيليا، نقلب كده. بصوا هحسب دقيقتين ونص وهقفل عليها على طول. دلوقتي بقى كده هننزل بالعسل الكلوكوز عليها، قلتلكوا تلت كوبايه، وهنقلب برضو كده. خلاص بقى تمام، هنقفل عليه بقى دلوقتي زي ما احنا شايفين كده. هنحط بس عليها ذره ملح بس. وبصوا الجيلاتين عمل ازاي، هننزل بقى عليها بالجيلاتين وهو سخن كده. كده بقى هنحاول نضرب المضرب الكهربائي زي ما احنا شايفين كده وهو سخن. عايزه اقول لكم هنقعد نضرب فيه كده لغايه اما القوام ده يفتحها شويه ويلزق، يطلع على المضرب كده من فوق كده، يبقى استوى زي ما انتم شايفين كده. بصوا اطفي شويه عشان تسمعوني. بصوا بدأ القوام يبيض كده، بس لسه طبعا. انا قلت لكم لما يطلع من لغايه فوق كده يبقى كده استوى، لسه طبعا. كده زي ما احنا شايفين كده خلاص تمام. بصوا زي ما قلت لكم، بصوا تعملوا كده يطلع لفوق اهو، شايفين كده خلاص يبقى استوى. بصوا تقل ازاي. دلوقتي بقى نجيب صينيه نكون حاطين فيها كيس بلاستيك ودهنينه زيت، بس دهنة زيت كده. هوريكم وهنعمل ايه دلوقتي برضه. بصوا انا ثبت الاكياس كده بعسل كلوكوز، لازم تتثبت. وبصوا انا حطيت بقى زيت كده، نمسح بس مسحه زيت كده بس. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده دهنا الزيت خلاص. من تحت بقى نحط الجوز الهند الاول، ماشي. وبعد كده نحط بقى الفواكه المجففه. بصوا انا هعمل نص ونص، هحط هنا فواكه مجففه كده، وهنا زي ما قلت لكم انا كان عندي مشمشيه، هعملها بالمشمشيه تبقى نص ونص كده يعني. بس دلوقتي بقى هصب الخليط عليها. دلوقتي كده زي ما احنا شايفين بقى كده، بصوا احنا بنصب الخليط اهو. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده بقى، احنا هنحط طبعا الفواكه المجففه الاول زي ما احنا شايفين كده عشان تمسك بس في القشطه. لكن تحت حطينا ايه، حطينا جوز الهند الاول. زي ما قلت لكم برضو هنحط الجنب التاني كده مشمشيه. عندكم لو حابين اي حاجه حطوها، ممكن زبيب، ممكن اي حاجه انتوا حابينها حطوها يعني. وبعد كده بقى نرش جوز الهند من فوق زي ما احنا شايفين كده. كده زي ما احنا شايفين كده تمام. نجيب بقى معلقه
بصوا برضو نعرف استوى. بصوا لما ينزل كده، شايفين؟ بصوا تاني، بصوا كده يبقى تمام خلاص. بياخد حوالي من 10 دقايق او 12 دقيقة ضرب بس، على طول يعني. ممكن تريحوا المضرب شوية، او لو عندكم عجان عشان ما يبصش بس. بصوا كده، كده القوام بتاعه خلاص، كده كده تمام، كده مظبوط. بصوا هنجيب معلقة كده ونحاول بقى ايه، ندوس كده عشان الفواكه المجففة او المشمش المجفف، المشمشية تلزق بقى كده في القشطة زي ما احنا شايفين. عايزه اقول لكم بقى كده، هنسيبها يوم كامل بره، اوعوا تحطوها في التلاجة عشان هتبوظ. بتتحط بره 24 ساعه، بعد كده نقطعها. بصوا كده بقى يا حبايبي، كده بعد ما قعدت 24 ساعه، طبعا انا قلت ما نحطهاش في التلاجة. بصوا بقى كده، عايزه اقول لكم والله بصوا تحفه تحفه، طالعه تحفه بصراحه. بصوا هوريها لكم دلوقتي كمان. دلوقتي بقى عايزين هنجيب كده بوله وفيها زيت زي ما احنا شايفين كده، وهنجيب السكينه وهندهنها زيت عشان نعرف نقطع. حبيت اوريكم كده. بصوا ندهن زيت كده السكينه كلها بس كده من الجنبين طبعا. وكمان كده هنجيب طبق فيه جوز هند زي ما احنا شايفين كده، عشان نقطع القطعه ونعملها من الجنبين بالجوز الهند عشان ما تبقاش انتوا عارفين بتلزق. تعالوا كده بقى بسم الله. بصوا هنقطع مع بعض بسم الله زي ما احنا شايفين كده. الصينيه هنحطها على الرخامه احسن. بصوا بتطلع معانا بكل سهوله كده زي ما احنا شايفين. انا حطيتها على الرخامه عشان اسهل بس التقطيع، وشيل طبعا الاكياس. بصوا بسم الله، بصوا تقطع معانا. بصوا سهل جدا، شايفين؟ لان طبعا احنا حاطين زيت كده تمام. بصوا هنقطعها بقى كلها كده برضو الحجم اللي انتوا حابين تقطعوه براحتكم. عايزين ما مشيتش معاكم تاني، ممكن ندهن دهنة زيت زي ما احنا شايفين كده. بصراحة الزيت بيسهل برضو التقطيع زي ما احنا شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا طلع الكمية اللي انا قلتلكوا عليها من كوباية سكر. بصوا طلعت قد ايه بجد، لو جبتوها من بره هتلاقوها غالية جدا. دلوقتي احنا قطعناها زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي بقى هقول لكم نوسع كده للطبق، طبق جوز الهند بس كده عشان اوريكم بس. بصوا بقى الجناب بتبقى كده زي ما احنا شايفين. هنعملها كده بس عشان ما تبقاش اي حد بياكلها تبقى ملزقه في ايده بس كده تمام. هنعمل بقى كل الكميه زي ما احنا شايفين كده اهي. طبعا انا غاسله الرخامه عشان ما حدش يقول لي عملتي عليها على طول، فهي نظيفه، وغاسله ايدي برضو زي ما احنا شايفين كده. كده بعد ما قطعناها بجد طالعه تحفه، وبالهنا والشفا، يا ريت تجربوها بجد. دلوقتي عايزه اوريكم برضو المطه بتاعتها ازاي، وكده عايزه اوريكم برضو بصوا بتتمط ازاي. بجد تحفه تحفه.